هتعمل ايه لو قلت لك ان كل حاجه موجوده على الانترنت مش زي ما انت متخيلها؟ كل حاجه موجوده على الانترنت فعليا معموله بشكل ان انت يضحك عليك واللي عايز اطمنك ان انت فعلا بيضحك عليك. بس اللي انا جاي اقوله لك في الفيديو ده مختلف شويه. انا مش جاي اقول لك ازاي بس تفهم الموضوع ده او ازاي ما يضحكش عليك. انا جاي اعلمك ليه انت مفروض تضحك برضه على الناس وازاي تقدر تضحك عليهم، طبعا كله في الحلال. فتعال نخش في الحلقه ونتكلم على الموضوع ده. اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. ليه احنا في الحلقه دي بنقول ان انت بيضحك عليك، وليه اصلا بنتكلم عن الموضوع ده، وايه علاقته بالبيزنس والفلوس وحالتك الماديه؟ بكل بساطه كده، صناعه المحتوى جزء اساسي من اي حد عايش في الدنيا دلوقتي، وقلت الكلام ده في حلقات كتيره جدا قبل كده، وقلته في فيديوهات تانية على قناتي الاساسيه. يعني دايما بقول ان العالم كله لازم يبدا ينزل محتوى، سواء عندك بيزنس بتبيع حاجه او حتى شغال في وظيفه لازم تنزل محتوى. طيب، ايه علاقة ان انت بيضحك عليك وازاي بيضحك عليك، وايه علاقة ده بالانترنت، وليه انت المفروض تضحك على الناس؟ هنتكلم على حاجتين في الحلقة دي، حاجة اسمها الاتنشن وحاجة اسمها الانتنشن. هم شبه بعض بس هم ما لهمش علاقة ببعض. في عملة موجودة في الكرة الأرضية دلوقتي، أغلى عملة موجودة في الكرة الأرضية دلوقتي، وهي لأ مش فلوس ومش الدولار ومش البيتكوين ومش أي حاجة من الحاجات دي. أغلى عملة موجودة في الأرض النهاردة هي الاتنشن أو الانتباه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشخص أو الشركة أو الهيئة اللي هتعرف تتحكم في انتباه الناس، في الاتنشن بتاع الناس، هي أكتر حد هيكسب. الشخص اللي يعرف يخلي يقول للناس كلها بصوا يمين فكلهم يبصوا يمين، او يقول لهم كلهم بصوا شمال فكلهم يبصوا شمال، الشخص ده هو اقوى واحد في الكرة الارضية. وهو ده السبب الرئيسي ان احنا عايشين في زمن اكتر ناس ليهم قيمة عندنا هم الانفلونسرز والناس اللي بتنزل محتوى والناس المشهورة جدا. واحد زي مستر بيست لما بيعمل اي حاجة تقريبا تلات ارباع العالم بيسمع عنها. اي حد معاه تليفون بيسمع عنها، اي حد في العالم كله بايا كان اللغة بيسمع عنها. في صناع محتوى بالشكل ده، في رؤساء جمهورية بالشكل ده، في مخابرات موجودة في العالم بالشكل ده، وفي شركات وهيئات بالشكل ده برضو. فالشخص اللي بيعرف يتحكم في الاتنشن هو اللي بيكسب. ليه؟ لأن الاتنشن أو الانتباه هو اللي بيحرك كل حاجة. الانتباه بيحرك المشاعر، والمشاعر بتحرك الفلوس وبتحرك الاكشنز. فلو في حد عايز يحط الفلوس في جهة معينة، كمثال مثلا يطلع مرض في العالم، حتى لو المرض ده ما كانش بالوحاشة اللي هي اتكلمت بيها، بس مجرد ان زق الانتباه عليه، فعلى طول كل الناس اتحركت في اتجاه ان هم يشتروا حاجات كتيرة ممكن يكونوا ما استخدموهاش في الاخر. والمثال مش بس على المرض علشان دي كانت حاجة مشهورة جدا، ولكن كمثال صغير في اللي بيحصل دلوقتي، كاس العالم. كاس العالم دلوقتي الحاجة اللي كل الناس مركزة عليها. هتقولي طبيعي، ما هو حدث كبير. لا، مش طبيعي، لان البروباجندا اللي بتتعمل حوالين كاس العالم هي اللي بتشهره. مش بس خلي بالك، مش بس حلاوته، مش بس اصل هم عملوه كويس فاتشهر، لان كاس العالم السنه دي مشهور قوي ان هو من اوحش كاس العالم الموجودين في التاريخ. ومع ذلك كاس العالم السنه دي اكتر كاس عالم في التاريخ جاب ايرادات، واكتر كاس عالم جاب مشاهدات. فاللي بيقول لك الموضوع كله مش موضوع حلو ولا وحش، الموضوع كله في حته الانتباه. انت دلوقتي، قبل ما نخش في موضوع الانتباه، تعالى نشرح الحته التانيه، الجزء التاني من الحلقه، وهو الانتنشن، النيه. ما فيش أي حاجة تمامًا موجودة على الإنترنت غير لو في نية وراها. ما فيش فيديو نازل من غير نية، ما فيش محتوى أنت بتقراه، بتشوفه، بتسمعه غير لو كان في نية وراه. لو في أغنية أنت بتسمعها، الأغنية دي معمولة بشكل معين، بحركات معينة، بدخلة معينة، بنية إن أنت تسمعها للآخر أو إن أنت تسمعها كذا مرة. لو في فيديو أنت بتتفرج عليه، بيبقى في حاجات معمولة في أول الفيديو، في نصه، في آخره، كلام بيتقال، كلمة بتطلع، حاجة visual بتظهر، بنية ان انت تحاول تكمل الفيديو، او بنية ان انت مثلا في اخر الفيديو تشترك في الكورس الفلاني او في المنصة الفلانية. لو في حتى يعني بتقرا مقاله بتتكتب بطريقه وبشكل معين بنيه ان انت تكملها للاخر. خلي بالك، النوايا دي مش ضروري تكون حاجه وحشه، يعني احنا النيه دي مش معناها حاجه خبيثه او حاجه وحشه، لا، هو في نوايا ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه، ولكن النوايا في الاخر كلها بتتمحور حوالين شيء واحد، وهو تاني العمله الرئيسيه بتاعتنا، وهي الاتنشن، وهي الانتباه بتاع الناس. وطبعا اللي بيتحكم في الانتباه بيتحكم في الوعي الجماعي، بيتحكم في العالم كله من الاول للاخر. اللي احنا بقى جايين نتكلم فيه حاجتين:
انت كمتفرج، لان كلنا متفرجين، حتى لو انت صانع محتوى، حتى لو انت عندك بزنس او بتحاول تسوق للبزنس بتاعك، انت في الاول والاخر متفرج بتقلب في السوشيال ميديا. كمتفرج لازم كل فيديو تتفرج عليه من هنا ورايح بعد ما اتفرجت على الحلقة دي، لازم تحاول تعرف ايه النية اللي ورا الفيديو ده، ولازم تبقى دايما حاطط في مخك معلومة ان الفيديو ده حتى لو ده راجل دين ما فيش مشكلة، بيحاول يجذب انتباهي، بيحاول ياخد الاتنشن بتاعي. تاني، واحنا مش بنقول دي حاجة غلط ولا بنقول دي حاجة حرام ولا بنقول دي حاجة عيب، ولكن اللي بقوله ان انت لازم تبقى دايما قاعد فاهم ده. ليه؟ علشان مشاعرك ما تتحركش بناء على كلام حد ممكن يكون نيته مش صادقة، ممكن يكون كلامه غلط، او ممكن يكون كلامه مش كبير قوي زي ما انت متخيل. انا عايز ادي شوية امثله عشان بس تفهمني. كم واحد مننا في الفترة اللي فاتت في 2026 وفي أواخر 2025 قرأ مقالة أو سمع حد بيقول أو شاف فيديو بيقول إن ال AI هيحتل العالم وهياخد الوظيفة بتاعتنا وإن المجال بتاعك خلاص انتهى ومش عارف إيه؟ كلنا مفيش حد ما سمعش الكلام ده. كم واحد مننا سمع إن المجال الفلاني ده بقى زحمة جدا فما ينفعش نبدأ فيه؟ كلنا. طيب كم واحد مننا مثلا سمع إن في فساد في الفيفا؟ كلنا. اللي عايز أوصله لك إيه؟ اللي عايز اوصله لك اولا ان في فساد في الفيفا بعد اللي حصل في ماتش مصر، ولكن كل الحاجات دي هي صح بنسبة صغيرة، بس مش صح بالجدية والأهمية اللي الحد ده وصفها. فلما بنقول إن ال AI خد وظايف، أيوة فعلا في ناس اتطردت من شغلها أو في شركات مشت موظفين علشان جابوا ال AI، كلام صح. ولكن لما نيجي نبص على كم واحد في العالم مر بالتجربة دي، هنلاقي إن هم ما يجوش حتى 1% من القوى العاملة اللي في العالم. فاللي عايزين نوصله إن إحنا لو بصينا لها بالأرقام بالفاكتس اللي موجودة، هو الموضوع مش المفروض يخوف، هو لسه بدري قوي على إنه يخوف، أنا آسف. والحاجة التانية، المثال التاني اللي ضربناه بتاع ان مثلا المجال الفلاني زحمه قوي فانت ما ينفعش تبدا فيه كمبتدئ، خلاص راحت عليك. ماشي، سمعنا الكلام ده كتير. انت عارف في كم مبتدئ بيبدا في المجالات دي وبيعمل فلوس من اول ساعه ولا من اول يوم؟ كتير جدا، اكتر من الناس اللي بيقرروا ان هم او هيخشوا وهيفشلوا مثلا يعني. فاللي عايز اوصله لك انك لما تيجي تشوف اي محتوى اونلاين، لازم تبقى فاهم ان هو بيحاول ياخد الاتنشن بتاعتك. وعلشان تمرن نفسك على الموضوع ده، انا عايزك اي فيديو تتفرج عليه من هنا ورايح تحاول تحلل ايه الاتنشن، ايه الحاجه اللي هو بيعملها عشان ياخد الاتنشن. واحنا اصلا بقى في علم في السوشيال ميديا، مثلا لما تشوف فيديو استخدم الهوك دي في اول الفيديو عشان الناس تتفرج. ما هو الهوك ده اصلا وسيله ايه انك تجذب انتباه الناس. فالهوك ده اخترع علشان اول 3 ثواني تعرف تلقط انتباه الناس. بعد كده في نص الفيديو هتلاقي الواحد بيقول حاجه خطيره جدا لدرجه ان انت تحس ايه الموضوع ده، او هتلاقي واحد بيقول لك على مشكله فعلا عندك ومش هيديك الحل بتاعها الا في اخر دقيقه في الفيديو. ليه؟ علشان تكمل معاه بالاتنشن طوال الفيديو. او حتى فكره الستوري تيلينج اللي دلوقتي مكسره الدنيا، هي ليه الستوري تيلينج شيء مهم؟ لانه بيجذب انتباه الناس. انا الطريقه اللي بشرح بيها دلوقتي متاكد ان مفيش غير 3 4 بيتفرجوا على الفيديو ده، انا عارف ده يقينا، لان انا مش هقول لك نيتي حلوه، بس انا ما بهتمش بالحاجات دي. ولكن من الشق الثاني، الستوري تيلينج لو انا حولت الفيديو ده السكريبت بتاعه للستوري تيلينج، هعرف اخليك تكمل لاخر ثانيه. ليه؟ لان انا مركز على حته الاتنشن. فانت لما تتفرج على اي فيديو، تسمع اغنيه، تقرا اي حاجه، لازم تحاول تمرن نفسك من خلال ان انت تشوف طب ايه الهوك اللي هو عمله. طب الشخص اللي كان معدي في الخلفيه ده هو حطه في الخلفيه علشان انا فعلا افضل مركز في الفيديو او اعيد الفيديو كذا مره. طب هو لما سال السؤال ده هل هو ساله بالنيه دي ولا لا؟ فتحاول تمرن نفسك على الحاجات دي. ونيجي على الشق التاني، وانت متفرج على المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، لازم تحاول تعرف النيه. مش بنقول ان النيه حاجه وحشه، لو حد قالك اشتري الكورس دي مش نيه وحشه، هو بيبيع عادي مش مشكله، بس لازم تبقى عارف النيه. هل الناس منزله الفيديو الفلاني ده علشان تعمل بلبله عشان تخوفني وتخوف الناس وكده؟ هل منزلين الفيديو ده بالشكل ده لاثاره الجدل؟ هل هم عايزين يفايرلوا ويجيبوا مشاهدات وخلاص؟ لان لما نبدا نفهم الكلام ده هنبدا ما نتاثرش بالمحتوى. هنبدا لما نشوف حاجات غريبه على السوشيال ميديا ما نقولش هو ايه اللي حصل في العالم، ليه العالم بقى وحش كده؟ هو العالم ما بقاش وحش، هو ده شخص بيحاول يجذب انتباهك فما لقاش طريقه غير ان هو يحرك لك ان العالم بقى وحش. فاللي عايز اوصله لك انك لازم تمرن نفسك كمتفرج. وهنا نيجي للشق التاني المهم اللي هو مهم ليك كصانع محتوى وكبزنس اونر. لازم وانت بتنزل محتوى تركز في الحاجتين دول. مفيش فيديو بينزل، مفيش ارتكل بتتكتب، مفيش بوست بتنزله غير لو انت عارف بالظبط ايه النية اللي وراه، ايه الكول تو اكشن، ايه الحاجة اللي انت عايز الناس اللي بتتفرج على الحاجة دي ايه الاكشن اللي ياخدوه. ده اول شيء. والشيء التاني، لازم تبقى حاطط كده فريم ورك، يعني خطة عمل ازاي نخلي قطعة المحتوى دي تجذب انتباه الناس دول. فمثلا انت جاي النهارده تصور فيديو، الفيديو ده انت هتكلم الناس هتقول لهم يا جماعه اشتركوا في الكورس بتاعي مثلا يعني،
أنت بتبيع كورس أو كده. فأنت لازم تبقى عارف إن النية ورا الفيديو اللي أنت بتصوّره ده هي المبيعات، ما فيش كذا نية. ما ينفعش تقول والله النية إن أنا أجيب مشاهدات كتيرة وأجيب مبيعات، لأ، بنحط نية واحدة، قُل والله أنا عايز أجيب مشاهدات، طيب ماشي عايزين الفيديو viral دي قصة، لأ والله أنا عايز أبيع الكورس، خلاص عايزين الفيديو يبيع دي قصة تانية، فبنختار نية واحدة بس، ولازم تبقى دايمًا حاطط النية دي من الأول ليه؟ علشان لو أنت بتكتب سكريبتات يبقى السكريبت ماشي في اتجاه الحاجة اللي أنت عايز توصل لها دي، ما يكونش عشوائي، وأكتر صُناع المحتوى وأكتر الbusinesses بتفشل لإنه بينزّلوا محتوى من غير ما أصلًا يبقى حاطط الهدف بتاع النية ده قدّامه تمامًا، وتيجي الحتة التانية النية أهي، ده الهدف اللي عايز أوصل له، ماشي، إزاي بقى بعد ما كتبت الscript أو وأنا لسه جاي أكتب الscript حتى، إزاي هاجذب انتباه الناس، إزاي هاقول كلمة في الأول هتكسر الدنيا، إزاي هانزّل visual hook صورة تظهر والّا صوت والّا حاجة تعدّي من ورايا تخلّي الناس فعلًا تبقى عايزة تكمّل الفيديو للآخر، إزاي هاكتب الscript بstory telling معيّن تخلّي الناس تكمّل الفيديو للآخر، الحاجة دي لو أنت ما عملتهاش بضمير، بتأني، لو أنت ما ركّزتش فيها عمرك ما هتنجح في المحتوى بتاعك، والدليل على ده أنا عايز أقول لك القناة دي مصدر دخل اللي أنت بتتفرج عليها دي، والله العظيم يعني لو قُلت لك إن أنا بامسك موضوع وبافتح الكاميرا وباتكلم مش هتصدق، ما فيش هو باين ما فيش ولا script ولا تجهيز ولا أي حاجة تمامًا، حتى الsetup اللي ورايا هو ده مش شكله المفروض يتضبط بشكل أحسن، باكسل أعمل ده، فطبيعي إن القناة دي ما تجيبش مشاهدات، ما تجيبش متابعين، ده طبيعي، وأنا كوائل راضي ليه؟ لإن عندي نية تانية ورا القناة دي. فالنية التانية اللي ورا القناة دي مخلية أنا مش فارق لي إن هي تجيب مشاهدات ولا فارق لي أوي إن أنت تكمّل الفيديو للآخر، هو في نية تانية بالنسبة لي أهم وبانفذها الحمد لله. وأنا شوف ما قُلتلكش ما فيش نية، بس قُلت لك حتّة الattention أنا مش مهتم بيها هنا. أدّيك أحرق النية وخلاص، إحنا بناخد الحلقات بتاعة مصدر دخل وبنقطّعها shorts وبننزّلها عندي على Instagram وعلى TikTok وعلى مش عارف إيه، هي دي النية الرئيسية، إيه؟ إن أنا في كلام بابقى عايز أفضفض وأقوله كتير أوي، والكلام ده إن لمّا باقوله في فيديوهاتي الرئيسية الناس تقول لي أنت رغاي، فباجي أقوله هنا، ليه؟ عندي قناة باقول فيها اللي عايزه، اللي عايز يسمعني أهلًا وسهلًا، مش عايز يسمعني ما فيش مشكلة خلاص ما عندك قناة تانية تاخد اللي أنت عايزه، ولكن أنا بدل ما أروح أقعد أصوّر shorts وأقعد أقول كلام ويبقى scripted ومش عارف إيه، باجي هنا أقول كل حاجة في نِفْسي أدّي الفيديو ده لفيديو editor يقعد يقطّع منّه، وبانزّل الحلقة كاملة لإن حرام نرميها في الزبالة وخلاص، فده الهدف أو النية ورا الحلقات اللي أنت بتشوفها قدّامك دي، باقول معلومات مفيدة اللي بيشوفها أهلًا وسهلًا، ما بيشوفهاش بتتقطّع وبتviral الحمد لله على Instagram وعلى TikTok، هي دي الميزة وبتوفّر لي وقت ومجهود كبير جدًا يعني. فدي كده، فعشان كده أنا بقى مش حاطط هنا موضوع الattention ده مش مهتم بيه على القناة دي، ولكن لمّا الفيديو editor بياخد الفيديو ده ويقطّعه shorts بيركّز بقى دي شغلته، يعني هو أنا فعلًا باقول له أنت دي شغلتك الوحيدة، hook خطير، دخلة، effects، transitions، صوت، مش عارف إيه، بيعمل هو كل حاجة اللي مطلوبة منه دي علشان ناخد الattention بتاع الناس وندّيهم النية اللي في الفيديو ده، فده بالضبط اللي أنت المفروض تكون بتعمله في أي نوع محتوى، فعلشان نلخّص الكلام عايزك لمّا تبقى متفرّج على السوشيال ميديا تحاول كل فيديو تتفرّج عليه تشوف الأول إيه النية اللي ورا، وثانيًا تشوف إيه الحاجات اللي هم عاملينها في الفيديو علشان يجذبوا الانتباه بتاعك. تاني حاجة عايزك وأنت بتصنع محتوى تركّز برضه في الحاجتين دول، تحط نية قبل ما تبدأ خالص في صناعة الفيديو، وبعد كده تحط طب إيه الطريقة اللي هاجذب بيها الانتباه، ولازم تفهم إن أغلى حاجة في حياتك هي وقتك وهي الattention بتاعك، والattention ده الانتباه ده هم لو خدوه منك يبقى هم بياخدوا وقتك، لأن الattention ده وقت، ده مش حاجة الانتباه ده إن أنت تركّز في حاجة معناه إن أنت هتدّيها وقتها وتبُص عليها. فالانتباه هو الوقت ودي أهم حاجة في الدنيا، أغلى عملة في الدنيا. أتمنى تكون الحلقة فادتك، أتمنى تكون فهمت قصدي من الحلقة، يا ريت لو عندك أي أسئلة، أي كومنتات، أي فكرة حلقة عايز نتكلم عنها تكتبها في الكومنتات تحت، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.